السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس بخير وبصحة جيدة يا رب. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وصفتنا تاع نهار اليوم اللي راح تكون قراطة بالدجاج كامل تحبوه صغير وكبير. كنت سبق وشاركت معاكم قراطة كان في بلا كبير، والمرة هذه راح نديره في المول العجيب في بلا صغير. وبسم الله على بركة الله راح نبداو في طريقة التحضير وراح نبداو في المقادير. هنا في قدرة عندي مغرف صغيرة تاع زبدة، ضفت عليها 4 مغارف كبار تاع زيت، وهنا حطيت حبة بصلة كبيرة مرحية، وهنا راح نحط قطع الدجاج. حطوا الكمية اللي حبيتو على حسب عدد أفراد العائلة. هنا عندي معدنوس، هنا فص ثوم ربيتو، وهنا التوابل عندي كركم وراس الحانوت وكزبر وزنجبيل، رشة مغرف صغيرة تاع ملح، وهنا مغرف كبيرة تاع فارينة. راح نقلي مليح هذاك البصل حتى يبال، نبقى نحرك نخليه يتقلى مليح مليح. وهنا راح نضيف شوية تاع ماء، مازال راح نكمل نقلي. بعد ما يتقلى مليح راح نضيف ماء مغلي. هنا عندي جلبانة، ودوكا راح نضيف ماء مغلي، نضيف الماء بطريقة هذه مع الحاشية برك، ما نضيفوش على ضربة واحدة، غير بشوية برك. وهنا راح نقفل عليها نخليها تطيب. هنا كيما طابت ضفت لها الزيتون حوالي ربع ساعة برك ونسكر عليها. رايحة نحي الزيتون والجلبانة والدجاج. انا نحيت هذاك المعدنوس، راح نحي الدجاج ونحي الزيتون. هنا الزيتون قطعته، وبعد ما نقطعه نحطه مع الجلبانة هكا، نخلطهم مع بعضاهم، نخلطهم هكا حتى يمتزجوا مليح. هنا الدجاج تاعي فتتو، هنا في صحنة كبيرة حطيت جلبانة زيتون خضر بطاطا مقلية مكعبات صغار، الدجاج بعد ما فتتو، و4 حبات بيض، وجبن مبشور، ولا حبيتو تضيفوا جبن طري. هنا عندي كمية صغيرة تاع لاصوص، هنايا معدنوس او حشيش. هنا المول دهنته بالزبدة، راح نحط الخليط فيه، والفرن شعلته على درجة 180 درجة. هذا جبن مبشور، بعد ما يتحمر خرجته من الفرن. راح نقطعه معاكم، وبعدها راح نحطه في صحن التقديم. هنا الدجاج حمرته تحميرة خفيفة، والزيتون هذاك اللي نحيته من قبيله راني حطيته هنا في الصحنة، وزينت بجبن مبشور. وهذه لاصوص جات عاقدة وخاثرة،
رايحة نحط هكا في الصحنة. وكانت هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم. كما راكم تشوفوا تشهي، ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله كنت خفيفة ظريفة عليكم في الفيديو تاع نهار اليوم. نشكركم بزاف على المشاهدة وعلى التعليقات الجميلة مشجعة، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر وفي وصفات واحد اخرين ان شاء الله. وما بقى لي غير نقولكم تبقاو على خير ومع السلامة.